نحن كأبناء سهل نينوى حاليا مهمشين إلى أبعد الحدود، من ناحية المي، من ناحية التبريد، من ناحية الكهرباء. يعني كل 10 أيام مرة واحدة تجينا المي. وإحنا حاليا التبليط عندنا شوارع، إذا تقدر تشوفها الشوارع الموجودة عندنا شوارع يعني متهالكة، صار لها سنوات ما مبلطة. وعندنا شوارع يعني أصلا داخلة خدمة يعني التفليش طسات، وخاصة الشتاء على الباب، يعني ما تمشي أصلا به. نحن أبناء سنين نطالب بتوفير الخدمات لمناطقنا بسبب الإهمال الواضح من الحكومة المحلية والحكومة المركزية، النقص في الخدمات، وذلك إهمال واضح من الحكومة المحلية. نطالب بتوفير الخدمات من تبليط الشوارع وتوفير المياه وتوفير المياه ونقص في الكهرباء. نحن نعاني في نقص في الكهرباء في مناطق سهل نينوى. الخدمات بصراحة ومنذ التحرير ولحد هذا اليوم، ونكررها دائما في لقاءاتنا، بأنه مهمل وبشكل كبير جدا. لا نعلم هل هي من الحكومة المحلية أم من الحكومة المركزية. نطالب ومطالباتنا كثيرة، ولكن لا يوجد آذان صاغية لنا. ما يقارب 6 سنوات إلى لتحرير محافظة نينوى من الدنس عصابات داعش الإجرامية. وحقيقة السيد محافظ نينوى ونجم الجبوري والسادة المسؤولين والسيد عبد القادر الدخيل حقيقة قاموا ثورة إعمار في محافظة نينوى، إلا أن فوجئنا بأن هذه الثورة لم تشمل أغلب مناطق سهل نينوى، حيث كثير من الخدمات معدومة، خاصة الخدمات الأساسية للحياة كالصحة والمدارس والشوارع والماء صالح للشرب. نحن لا نتأمل كمنشآت رياضية والمنتزهات، فقط الأشياء التي يحتاجها المواطن الموصلي في حياته اليومية.